الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام مشاهدي قناة المرقاة في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج نبض حياة. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع البديلات المستثنيات، لنتحدث عن همومهن وآمالهن التي ضاعت وفي مساحات الوطن السخية وتملأ كل زوايا الحاجة، وآنينهن بسبب فائق العوز ورغبة الوظيفة فلا يسمع لهم، وتقفل في وجوههم الأبواب ويصدون بالوعود والعهود. بعد خدمة الوطن كبديلة وكمعلمة لسنوات طويلة، واستجابة لصرخاتهن التي ستبني لنا جيلا واعدا يعتمد عليه الوطن، خصصنا هذه الحلقة لإيصال أصواتهن لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أرحب بضيوفي عبر الاستوديو فضيلة الشيخ والداعي الإسلامي الشيخ طلال الدوسري. حياك الله شيخ طلال. الله يبقيك يسلمك، الله يسعدك. كما أرحب أيضا بالدكتور والمستشار الإعلامي الأستاذ عبد الله الناسي. أهلا وسهلا. الله يحييك. كما أرحب أيضا بالكاتب والإعلامي الأستاذ الحميدي الثبيتي. حياك الله أستاذ حميدي. الله يحييكم. أهلا وسهلا. لا سعادة بتواصلكم معنا مشاهدينا الكرام عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة حول موضوع حلقتنا البديلات المستثنيات. بداية شيخ طلال، لو تكلمنا عن دورنا في محاربة الفتن والذين يتربصون بأمن الوطن واستقراره ووحدته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه أجمعين، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسعد الله مساءكم ونور وجوهنا ووجوهكم في الدنيا بتقواه وفي الأخرى بالنظر إلى وجهه في دار كرامته. أقول لكم في هذه الليلة ولمن معي الإخوان دكتور عبد الله أخوي الحميدي ومقدم البرنامج أخوي محمد، أسأل الله جل وعز أن يرزقنا وإياهم الإخلاص وأن نوصل ما نريد أن نقول. أولا يجب أن يعلم أننا في سفينة واحدة، حكاما ومحكومين، علماء وطلاب علم وحتى عامة. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عظيما، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا وين يا أحبابي؟ استهموا في سفينة، فكان بعضهم أعلاها والبعض الآخر أسفل السفينة، فقال الذين في أسفل السفينة: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. يعني اجتهاد خاطئ، وهذا ما دعاهم له اجتهادهم. فلا شك يقول نحن نريد أن نفتح من جهتنا فتحة عشان نستقي الماء ولا نؤذي الذين فوق، كلما أردنا ما رجعنا أذنا. فإنهم تركوهم وما أرادوا، الذين وين؟ الذين هم أعلى السفينة، لو تركوا هؤلاء الجهال يخرقون في نصيبهم خرقا لهلكوا وهلكوا جميعا. صحيح يا إخوان ولا لا؟ صحيح. ولو أخذوا على أيديهم وهو الصحيح لنجوا ونجوا جميعا. فنحن في سفينة واحدة لا شك، حاكما ومحكوما. فيعني ننظر بهذا المنظار أننا كلنا نمثل هذا الوطن المعطاء، هذا الوطن المقدس. فمن الضروري جدا أن نكون حماة كل منا على ثغر من ثغوره، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. فيغذى عقيدة ويغذى وطنية ويغذى تربية ويغذى أخلاقيا. المهم بجميع أنواع التغذية التي يعني تجعل منا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج طريدا شريدا من مكة صلى الله عليه وسلم يلتفت إليها وهو يبكي ويقول: يا مكة والله إنك لأحب أرض الله إلي، لولا أن أهلي طردوني ما خرجت. انظر، طردوه ومع ذلك قال أهلي. ويقول: كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء يضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أولا قال اللهم، يدعو لهم ولم يدعو عليهم. نحن الآن عندنا ثقافة اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، هذه مشكلة، على طول جاهزين. طيب، قال اللهم اغفر لقومي، ثم قال قومي ولم يتبرأ منهم، قال قومي يعني نسبهم إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل الرحمة أننا يجب، وهذا
ولله الحمد اليوم مثال من الإخوان في البرنامج ومن يمثلون البرنامج يمثلون النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته برعيته بقومه. كذلك نحن نمثل هذا الجانب في الكلام عن أخواتنا من المعلمات. فقال اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، أحسن الظن فيهم مع أنهم ضربوه وأدموه. فالشاهد من الكلام نقول نحن محتاجين أن نكون نستشعر أننا على ثغر حتى إذا تكلمنا نتكلم بنور لنوصل هذه الرسالة. نعم. بارك الله فيك. أنا علي نبدأ في موضوع حلقاتنا على البديلات. ولعل الدكتور عبد الله الناسي أعلن سابقا عن تثبيت المستثنيات وأنه سيصادف هذا الشهر الأول شهر محرم، لكن الآن لم نرى أي إجراء اتخذ من قبل هذا القرار. تعليقكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وكفى. أما بعد، أحييك أستاذ محمد وشاكر ومقدر لك ولقناة المرقاب على هذه اللمسة الوطنية الهامة، والشكر موصول معد البرنامج الأستاذ مناحي الحصان وفريق العمل. التحية والتماسي موصولة أيضا للأخوة المشاهدين. حقيقة نحن نتحدث عن قضية وطنية تلامس قلوب وتلامس حاجات المواطنين، ونحن نتكلم ترى بالمناسبة عن قضية قديمة جديدة. صحيح. لما نتكلم عن قضية هي منذ سنوات بعيدة اختلفت المسميات، جديدة بحكم أنها أصبحت الآن ظاهرة على الساحة. نحن فعلا سمعنا تصريح مباشر وواضح من الأستاذ صالح الحميدي مدير عام الإدارة المالية والشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم أن هناك لجنة شكلت من 3 وزارات. الكلام هذا قبل 3 أشهر وستخرج بنتيجة خلال شهر. احنا الآن نتكلم عن 3 أشهر مضت. البديلات من عام 29 إلى عام 31 كان يشملهم هذا الكلام، عادوا ليضموا من 26 حتى 31. الموضوع بلمته وباختصار شديد وإجابة على سؤاله، هناك تخبط شديد، ازدواجية، عدم وجود رؤية واضحة الأهداف واضحة المعطيات فعلا لنصل إلى حل هذه القضية. كل مصدر مسؤول في وزارة معنية بين ال3 وزارات، وزارة المالية، وزارة التربية، وزارة الخدمة المدنية، تتخبط بإجابات أحيانا خارجة عن المألوف وخارجة عن الخطط لموضوعه. الموضوع هو استثناء وأمر ملكي صريح وواضح، لكن هناك من أتى ليضع العراقيل وحجر العثر لعدم تطبيق هذا القرار. صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الحميدي، تعريف لو تكلمنا عن تعريف مسمى الوظائف المؤقتة، بعض المسميات. هي طبعا الوظائف المؤقتة وضعتها طبعا الأجهزة الحكومية على أساس تغطية بعض النقص الموجود عندها. كل جهة تهتم بها الجانب، ووضعت يعني زي ما تقول بنود وعقود لكل جهة، مثل بند 105، بند محو الأمية، بند المستثنيات، بند المشروع في الشؤون الاجتماعية. كان الهدف منها يعني زي ما تقول هو زي ما تقول حاجة الجهة الحكومية نفسها لتلبية احتياجاتها من ناحية الوظائف وتغطية هذا الكادر. طبعا هذا بالمجمل يعني. ممتاز. تعريف. ممتاز. دكتور عبد الله، ما يحصل للمستثنيات الآن خاصة في القطاع التعليمي، كيف تقرأ لنا الآن؟ والله أقرأها أنها تخبط، علما أن بفعل ذكرت قبل قليل هو تخبط وازدواجية في العالم. نعم. إيه؟ والشاهد على ذلك يا أخي الكريم، نحن فعلا نتكلم عن الجنس الناعم. الجنس الناعم ليس سيكولوجية معينة، تركيبة اجتماعية معينة. نحن بحاجة فعلا إلى أن نولي هذه المرأة اهتمامنا الخاص والعام، بحيث يا أخي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن المؤسسة القائمة. فعندنا حلول وبدائل لهذه القضية. القضية ما هي شائكة، القضية لا تكلف أعداد هائلة، أعداد ترى مقدور عليها، أعداد قليلة. من هي الدكتور معليش، من هي هذه المرأة؟ من هي اللي تتكلم عنها أنت؟ هي الأخت، هي الزوجة، هي الأم فعلا، وهي بحاجة. وأنا أقول لك في سيكولوجية معينة. المرأة تمر بظروف الحمل، بظروف الولادة، بظروف نقل الزوج أو ما شابه، وبالتالي احنا نعود إلى القديم. هناك من رأى يوم من الأيام فعلا أن نخرج بوضع أستاذتين في مقرر واحد، بحيث أن يكون هناك نصاب 12 ساعة للأولى ونصاب 12 ساعة للأخرى، وبالتالي يصبح عندنا بدل المعلمين معلمتين، وهو كان حل أسلم حتى لو كان الراتب بالنصف
يكون هناك طريقة فعلا للخروج من هذه الأزمة. هذا أولا. ثانيا أعود أكرر على مسألة العدد يا جماعة قليل، ليس نتكلم عن أعداد يعني ستكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، أو تكلف منا وضع خطط وجهود كبيرة من أجل أن نرسم فعلا للمستقبل البعيد المدى. هو عدد محدود وموجود، من المفترض أن يتم إحلاله. القضية لن تتوقف عند المعلمات البديلات، هي تتوقف عند مشاكل أخرى. مثلا نحن الآن في بعض الجهات المعنية، مثلا التربية والتعليم نقف عندها الآن. ممتاز. تخرج من مشكلة، عفوا لا تخرج من مشكلة، هي الآن في مشكلة تقع في مشكلة أخرى، وبالتالي أصبح عندي مشكلتين، وبالتالي نعم، وبالتالي يصير عندي تراكم في المشكلات. صحيح. الوزارة حتى لو كان هناك عملية تكاملية مع الوزارات الأخرى، يصير عندي عجز الآن، تخبط، لأني لا أستطيع أن أقوم بحملي. لكن عندما يتم حل هذه المشكلة، أنا طاح من نصيبي أو وقع مني كوزارة هم كبير، وبالتالي أنا سأصب كل جل اهتمامي في المشكلة الأخرى. وزارة التربية والتعليم مثلا الآن تعاني من خريجيات كلية المتوسطة، تعاني من مسألة المعهد المعلمات، تعاني من مسألة الخدمة الاجتماعية هو المستوى السادس. الحديث طويل لن نتشعب فيه، لكن فعلا يجب على العاقل وصاحب المسؤولية صاحب المنطق والعقل أن يستخدم استراتيجية عاجلة وطنية هادفة يطوع فيها ناس من المجتمع ومنهم أنفسهم البديلات لحل هذه الأزمة والخروج منها بأسرار. عندك يا دكتور عبد الله من عام 1429 إلى الآن طال انتظار أخواتنا البديلات بعد قرار التثبيت. الآن كيف يتم إيصال أصواتهم للجهات العليا؟ بالمناسبة أخوي محمد والأخوان ولا السامعين، ما بني على باطل فهو باطل. أصلا نعود للقرار ونعود للقرار الملكي. هناك مشكلة شابت هذا القرار. الملك رجل صالح يريد لهذا الشعب حياة كريمة، أصدر أوامر وتوجيهات صريحة واضحة للملأ، لكن هناك من حاول كل جهده أنه يعطل تلك القرارات بالخروج بمسائل تعرقل هذه القضية. فبالتالي إحنا نقول يا جماعة نرجع للأساس. القرار واضح، الأمر واضح، لماذا وضعت هذه العراقيل؟ ما هي الفائدة اللي يرجوها هؤلاء المسؤولين من الوصول لهذه النتيجة؟ احنا فعلا هذه إجابة شافية كافية لو خرجنا أحد هذا المسؤولين وصرح لنا فعلا أين الأسباب. احنا مشكلتنا شاطرين في التطبيق في الكلام في الحديث، لكن ليس شاطرين أو متميزين في تشخيص المشكلة. الآن احنا لو خرجنا مسؤول من التربية والتعليم أو وزارة الخدمة المدنية أو وزارة المالية شخص لنا المشكلة وبين السبب، خلاص يعني. إذا شخصت المشكلة، احنا الآن عندنا خطط إدارة أزمات مثلا، أو عندنا خطة بديلة، بحيث أنه لما شخصنا المشكلة أضع حلول، أضع بدائل للحلول وأخرج بنتيجة. طيب المشكلة الفروقات الحين في المعلمين والمعلمات اللي من عام 1417 لين عام 1400 وكذا إلى الآن نتخبط فيها. نعم ما نحلت، علما أنها الحل فيها شيء جزئي، لكن لازلنا نتخبط فيها. صحيح. طيب القرار هو واضح الآن بتثبيتهم، يعني هم من أحدث الإشكالات، هم من أحدث بعض الأمور. نعم. يعني قرار واضح بالتثبيت، قرار واضح وصريح، وليس أول قرار وراء آخر قرار. وفي نقطة مهمة أخواني الكرام، إحنا لماذا أي مشكلة تقع في هذا البلد إلا لابد أن يتدخل ولي الأمر ويصدر أمر ملكي؟ صحيح. لماذا لا يكون هؤلاء المسؤولين أو أصحاب المسؤولية قيادات أو مدراء عموم أو وزراء أو وكلاء وزارات على قدر من المسؤولية، ويقدم استراتيجية وحلول للمشكلات اللي قائمة من غير تدخل الملك؟ نعم ممتاز. عنده هو صلاحيات. عند فن الإدارة، فن من فنون الإدارة، عندك ما يسمى باتخاذ القرار. اتخاذ القرار لا يقوم إلا على تفويض صلاحية. أنت الآن فوضت الصلاحية لك. يعني مشكلات اللي قامت خلال الأيام الماضية، خلال 3-4 سنوات الماضية، ابتداء بالدبلومات الصحية، ابتداء مرورا بمسألة العاطلين الدبلومات الصحية، ثم مسألة الدبلومات الفنية والمهنية، ثم المعلمات، ثم معاهد المعلمات، كلها لم تنحل إلا بأمر ملكي. طيب أستاذكم في تقرير ثم نرجع لناخذ تعليقكم عليه. تقرير مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم. Oh
عليكم مشاهدينا الكرام. الشيخ طلال وضيوف الكرام، شاهدنا تقرير قصير، تعليق بسيط منكم. وش أعلق يا أخي والله القلوب قاسية، ولا كان بكت من هذا المنظر حقيقة. نحن نقول وبكل صراحة عند ولي أمرنا ممثلا بخادم الحرمين الشفافية، رأيناه يعني رأيناه بكى، رأيناه يزور الفقراء، رأينا يعني الخلل الآن في يعني الذين لا ينفذون القرارات، يعني مثل يعني ما هو معقول يعني الحلول تتعطل فعلا. فهمت علي؟ وهي الآن موجودة في الأدراج. يعني أنا أقول هذا حرام والله يا أخي، إني أخشى على هؤلاء من العقوبة المعجلة في الدنيا قبل الآخرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية ثم أتى غاش لها لم يجد رائحة الجنة، وفي رواية وإن ريحة الجنة تشم من سيرة 500 عام. فقل هؤلاء الذين وضعوا في هذه الأماكن يجب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فهذه يعني مسؤوليتهم. هذه البنت التي تبكي، وهذه يعني ليسوا هم الذين يحبون الوطن حقيقة لوحدهم، يعني الوطن هذا جزء للجميع، ليس لأحد أن يقول أنا أحب وطني ويطرد الآخر أو ينحى، ما هو صحيح. هذه المعلمة رأيناها كتبت أنا أحب وطني، لكن كيف؟ وين عينت؟ هل أعطيت حقوقها؟ هل يا أخي نقلت؟ والله لا يعني أستطيع أن أحصي عدد المعلمات اللي يتصل يا شيخ أنا أعرف واحد بينقلني ب20,000، أنا أعرف واحد بينقلني ب30,000، بيحطني في المدرسة اللي جنب بيتي. طبعا هذا رشوة ولا يجوز ومحرم. هذا موضوع آخر شيخ خارج عن موضوعنا. والله يا شيخ أقول هذا هو السبب يا أخي. أنا أقول أنا أقول هؤلاء الذين وضعهم ولي الأمر يجب أن يتقون الله سبحانه، لا يخرجون الناس من بيوتهم، تراهم والله سبب. نعم هذا ليس مبرر، أنا قلت بربرة ليس تبرير أن الناس تتجمع وتطالب في الشوارع وذا، لأن هؤلاء قد يكونون سبب في إخراج الناس يا أخي، هم سبب لأنهم ما نفذوا أوامر طاعة ولي الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا أن نطيع ولي الأمر في طاعة الله، وهذه طاعة الله ليست معصية. فلماذا نتأخر؟ لماذا نتلكى؟ لماذا على لغة الرياضيين الكرة في مرمانا؟ لماذا يا أخي نرى الآن الأخطاء موجودة، ونرى يا أخي السلبيات موجودة، والحل عندنا في الأدراج، لماذا يعني لا نقوم بهذا؟ يعني أنا أقول يخافون من العقوبة، ترى والله وتلك الأيام نداولها بين الناس، ترى العقوبة قد تعجل في الدنيا قبل الآخرة. هذا ما أردت أن أقوله حول هذا التقرير. جزاك الله خير. نستأذنكم في اتصال معي الإعلامي عوض اليامي على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا أخوي محمد، يا هلا. حياك الله أستاذ عوض. أستاذ عوض، بداية لو تكلمنا عن دوركم كإعلاميين في مثل هذه القضايا. أولا الله يحييك أخوي محمد، أمسي عليكم وأمسي على ضيوفك، والله يعطيكم العافية. وجميل جدا أن نبض الحياة تناول هالقضية، يعني تناول هالقضية الشائكة أصبحت قضية رأي عام. نعم. القضية تقريبا من لها سنة يعني تم تداولها يعني، وكانت الحملة الموجودة من بداية شهر رمضان الماضي، ولكن الزميل العزيز من ناحية الحصان فعل الحملة من جديد، وكانت هذه المرة أقوى. نعم. كونها من خلالها رابطة للإعلاميين والمثقفين والشعراء لدعم الحملة. نعم. طبعا القضايا اللي تهم الشارع السعودي، أعتقد أن قضية البديلات هي من أهم القضايا، وأنا راح أتجاوز كل الأسماء يعني أصعد إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وولاة الأمر بشكل عام لوضع حد لهالقضية، إنهاء تفاصيلها بإصدار أمر لتعيين البديلات يعني، ولا الحملة ستستمر إلى تصل ولاة الأمر بإذن الله، والعشم كبير بإذن الله بإذن الله. جزاك الله خير أستاذ عوض، وشاكرين لكم مقدرين. وأنا شاكر لك طال عمرك ويعطيكم العافية. يعطيكم العافية. شكر الله لك. شكر الله لك. والأستاذ عوض ذكر في أثناء كلامه الحملة الهاشتاج اللي عدها الأستاذ مناح الحصان، وهو يشكر عليها، اللي حملة في الهاشتاج الشعراء والإعلاميين لتثبيت البديلات، وكانت فكرة البرنامج ومنطلق هذه الحلقة بالذات من هذا الهاشتاج، ونشكر فيه المعد الحلقة ومن أطلق هذا الهاشتاج الأستاذ مناح الحصان. ترى في تعيين البديلات، تعين بعض البديلات عشان ما تعين البعض، لكن احنا نتكلم عن الغالبيه العظمى. بعضهم الان يعني صدر القرار
من خادم الحرمين ولا الان ما صار شيء ولا شفنا اي شيء على الساحه ولا أقل شيء من ملموس. قليل، صحيح. نعم. طيب لعلي انتقل للاستاذ الحميدي الثبيتي، لو تكلمنا عن الاسباب اللي دعت لوضع مثل هذه الوظائف المؤقته. طبعا أنا قبل شوي استوقفتني أول شيء التقرير، واستوقفتني صورة اللي هي صورة الأم. الأم هذه اللي هي المعلمة، يعني كيف تسقي يعني أو كيف ترضع ابنها حب الوطن وهي تحس يعني بإحساس الظلم والجور. يعني هذه من الصور المؤلمة اللي تستوقفني. طبعا هو هنالك مثلث طبعا في مسألة الوظائف، هنالك وزارة الخدمة المدنية، هنالك الجهة نفسها، هنالك وزارة المالية طبعا، ودائما ما تعاق احتياجات الوظائف في الثلاث جهات هذه. الجهة تطلب، وزارة الخدمات تدقق على الوظائف ومسمياتها وأرقامها وكذا. المالية تقف عندها مسألة اللي هو تخصيص الرواتب وهكذا، وتأخذ وقت طويل طبعا. ابتكرت بعض الوزارات اللي هو استحداث وظائف عقود مؤقتة تكون زي ما تقول حل لمرحلة من المراحل، سنة مالية مثلا. تؤخذ رواتبها طبعا من الجهة نفسها، الجهة مثلا نقول وزارة التربية ولا الشؤون الاجتماعية ولا أي وزارة كانت. تخدم غرض معين في وقت محدد، يا تجدد العقود يا زي ما تقول يجي عليها ردة فعل. أكثر هالمواطنين هذول اللي ينتظرون التثبيت عندهم أمل وهاجس دائما يعني يعيش معهم، إنه حتى تلقى مديره أو مسؤول عنه في العمل إنه أنت اجتهد وأنجز، وتلقى راتبه بسيط 2000 2500، فهو جالس صابر، وتلقاه من أفضل ما شاء الله الموظفين الموجودين حركة وانطلاقا وهو يتأمل أنه في يوم من الأيام يعني يجيه خبر سعيد جدا، اللي هو خبر أنه خلاص صار مثل زملائه الموجودين معه، يعني هو معه نفس المؤهلات نفس الشهادات لكن الظروف لم تخدمه يعني. نعم. طيب أنا أستاذنكم في اتصال مع الإعلامية شذا، معدة برنامج الثامنة على الMBC. حياك الله أستاذة شذا. أهلين أخوي محمد، حياك الله وحيا الضيوف الكرام. الله يحييك. بداية أستاذة شذا، طرحتوا قضية البديلات عبر برنامج الثامنة، لو تكلمتون عن النتائج التي حدثت بعد البرنامج. طبعا في أحد الحلقات استضفنا الأستاذ صالح الحميدي في حلقة مختلفة عن قضية البديلات المستثنيات، كانت إحدى حلقاتها اللي هي الحقوق المعلمين نعم. والمعلمات. نعم. ثم بعد كذا سوينا حلقة مرة ثانية على البديلات المستثنيات بشكل خاص، خصصنا فيها نسمة فيها لمعاناتهم. طبعا للأسف في حلقة البديلات المستثنيات ما كان في تجاوب من قبل اللجنة الثلاثية، يعني مع تحفظي على هذا الاسم، اللجنة الثلاثية التربية والتعليم الخدمة المدنية أو حتى المالية، ما كان في يعني نقدر نقول حضور لهم في البرنامج، إلا إنه البديلات المستثنيات ظهروا بصورة يعني نقدر نقول إنهم كانوا متضايقين أكثر من المتوقع في هذيك الحلقة. أنا من وجهة نظري أرى إنه تنصل الجهات أو اللجنة الثلاثية من مسؤولية في السنتين الماضية، هي ما هي سنة، أنا أعتقد أنها هي أكثر من سنة، في السنتين الماضية يعيدوا مرة أخرى ويبدأوا فيها من الصفر، وكأن الأمر يحتاج إلى معجزة لحل، وهذا بحد ذاته هو هروب. القضية ما تحتاج إلى كل هذا التعقيد، لأنه أساس المشكلة هم أساسا معلمات نتائج تعاميم أو ابتكارات للوزارات الثلاثة، هو مفهوم العقود هذه. إذا لا نعالج بخطأ أكبر منه ونتنصل من المسؤولية، المماطلة والتعقيد بقضية هي أصلا واضح فيها الحل بحد ذاته هو هروب من هذه المشكلة. أعني أخص فيها وزارة التربية والتعليم لأنها هي المعنية بهذا الموضوع حقيقة. في حالة إذا كانت الوزارة نفسها ذكرت إنه عدم وجود شواغر، مع إنه حفظ على هذا السبب كون إنه الميدان بالمدارس أكبر دليل على حاجة المدارس للمعلمات، إلا إنه نفترض إنه لا يوجد شواغر، بالتالي من المفترض على وزارة التربية والتعليم استحداث وظائف لهم. الأمر الأهم أن تبعد كل البعد عن عذر ميزانية الوزارة، لأنه الآن أكثر وزارتين تحصل على ميزانية كبيرة هي وزارتي التربية والتعليم والصحة، ببساطة يعني لا يوجد عذر مقبول لهذا التماطل من وجهة نظري. صحيح. طيب أستاذة شذا، لو تكلمي عن تعليقك حول مداخلة بعض الإعلاميين في برنامجكم. من أي ناحية؟ ما فهمت السؤال. حول قضية البديلات ومداخلة الإعلاميين معكم، كيف كان صداها، كيف كان أثرها كمداخلات من الإعلاميين؟
طبعا هي قضية البديلات المستثنيات تتفاعل معها الإعلاميين في كل ما جد جديد بهذه القضية، بمعنى والله تجمع صار على كل جهة أو على كل وزارة، صار في قضية، صار في تجديد مع المحامي للأستاذ عسير القرني، صار في أي تجديد لهذه القضية بشكل خاص بغض النظر عن البرنامج هدفه إنه يكون في تفاعل من قبل المسؤولين، ولطالما إلى الآن صار في أي تفاعل، مع العلم إنه في إحدى الحلقات زي ما ذكرت لك على حقوق المعلمين الأستاذ صالح الحميدي لما ذكر إنه التثبيت للبديلات قريبا، وإلى الآن لم نرى شيئا من هذا القريب. طيب لعلي أختم مداخلتك أستاذة شذا برسالتك كإعلامية لخادم الحرمين الشريفين حول قضية البديلات المستثنيات. أنا أعتقد أن خادم الحرمين الشريفين ما قصر أساسا، يعني ما قصر في نقدر نقول متابعة قضايا المواطنين والمواطنات، إلا إنه تنصل من المسؤولين من قبل الوزارات ووضع العقبات ووضع الحجر تتأثر فيه المواطنة ولا المواطن هو بحد ذاته هذا قضية. الخادم الحرمين الشريفين ما قصر، لكن نتمنى من المسؤولين هم متابعة مثل هذه القضية هذه وأمثالها يعني. نعم، شكرا لك أستاذة شذا الطيب معدة برنامج الثامن على الMBC، شكرا لك. دكتور عبد الله، هل نجد في بعض الممارسات للمستثنيات بعض الظلم؟ أولا لي تعليق على الزميل عوض اليامي بخصوص مناشدة لخادم الحرمين الشريفين. احنا خادم الحرمين الشريفين توجيهه واضح وصريح، اللي نناشد الآن خادم الحرمين الشريفين بأنه يضع هؤلاء المسؤولين على طاولة التحقيق، لأن أمر صدر ما يحتاج أن يعمل أمر آخر. احنا نطالب ونناشد خادم الحرمين الشريفين بأنه يضع أولئك المسؤولين على طاولة التحقيق، هذا أولا. ثانيا باسمي واسم الناشطين الحقوقيين والإعلاميين نطالب قبلة رأس أن يخرج أولئك المسؤولين بموقف صريح وواضح. يخرج لنا مسؤول وزارة التربية والتعليم، مسؤول وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، ويعلن موقفه من هذه القضية. على أساس قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعرف قضيتنا ونتكلم. أما بالنسبة للكلام عن الظلم أخي الكريم، ما كل ما يعلم يقال، لكن إذا عرف السبب بطل العجب. الضغط يولد الانفجار. والله إن هناك أشخاص تحولوا في المجتمع، والله تحولوا بسبب هذا الضغط وبسبب هذا الظلم، من خادم للوطن وداعم للنهضة ومحقق لأمال وتطلعات الأمة إلى ناقم. نعم حقيقة. أحيانا يخرجون لنا بمرض، باتهام أنه مريض نفسي، بأنه رجل يتعاطى، بكل الجنسين، بكل الحالات. وما كل ما يعلم قال ترى الحالات كثيرة، لكن ما تخرج أحيانا درءا لمشاعر الناس، أحيانا لتحفظات اجتماعية، لسلوك معين. لكن نقول يا جماعة لو نقف على الأسباب الحقيقية وجدنا. أخواني الكرام جميعا، خلونا نتكلم بمنطق وعقل. أنا مثلا أتكلم عن الجنس، عن الرجال، مع قضيتنا قضية النساء، لكن نأخذ الفتيات لا مشكلة. الآن فتاة لديها متطلبات أقل ما يمكن حصولها على الجوال، لما يكون عند زميلتها أو قريبتها جوال، هي أمنيتها أيضا تحصل على هذا الجوال. طيب الطريقة أو البديل على أساس أحصل على هذا الجوال، إني إذا لم يكن عندي دخل إني لابد أن أتصرف سلوك قد يكون سلبي في حال أن يتقفل إيجابي، لأن الرجل يمكن أن يعيش بأي طريقة ممكنة. يستطيع السفر، يستطيع العمل، يستطيع السلف، يستطيع، لكن الجنس الناعم ظروفها معينة، إمكانياتها بسيطة، لا معينة حتى. نعم، فبالتالي هي أولى من غيرها. ليش؟ لأن إمكانياتها محدودة وبسيطة، وبالتالي أنا لابد أن أكون داعم لها ومقدم إيجابيات. فالظلم إذا وقع ستكون النتيجة وخيمة. نسأل الله السلامة والعافية. معي الإعلامي على الهاتف، الإعلامي نادر بن جخير. حياك الله أستاذ نادر. مرحبا بكم، مسهلا. حياك الله. بداية أستاذ أمسي عليك وعلى ضيوفك في البداية، الله يقويكم ويعطيكم العافية. مسيت بالنور وحياك الله. رسالتك كإعلامي للملك، تفضل. قبل تكون رسالتي لإعلامي طال عمرك، أي ابن من أبناء الوطن ويشوف الأمور اللي مثل كذا لازم أن يكون له مداخلة أو كلمة. نعم. وبصراحة من بداية حملة زميلي الأخ مناحي الحصان تفاعلنا مع الموضوع، وهذا واجب من واجباتنا، يعني مو مطلوب من الإعلاميين ولا من الشعراء. كل واحد يشوف الموضوع هذا أو أي موضوع يهم أبناء الوطن لازم أنه يكون متداخل. فعلا. أنا مداخلتي أو كلمتي بشيء معين، يعني المطالبة ما هي للملك الله يحفظه، خادم الحرمين ما قصر وعطى الأمر. أنا ودي أن المطالبة تكون للي جاه الأمر ولا نفسه، سواء كان وزير التربية والتعليم ولا المالية ولا المختص في الموضوع هذا،
لماذا لم ينفذ امر الملك؟ هذا اللي انا يهمني. نعم. وهذا اللي كنت ابي اوضحه سواء من خلال البرنامج او من خلال تويتر. نعم، وصل رسالتك وصلت، وشكر الله لك. شكرا لك يا نادر، بارك الله فيك. شيخ طلال، الملك حفظه الله هو الداعم لشباب الوطن، لكن هناك من يسلب حقوق بعض المواطنين اللي يحرمها اللقمة الحلال. إن نسينا فلا ننسى أن نقول أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن نرى خادم الحرمين الشريفين عاجل غير آجل يرفل في ثياب الصحة والعافية، وأن يخرجه سالما غانما من المستشفى، لأن هذا والله هو فرح للجميع، لأنه محبوب عندنا وهو والد الجميع في هذا البلد. لا شك كما قلت أن المواطن عندما يرى أن حقه يسلب حقيقة، ويرى هذا المرض الذي يفتك في المجتمع وهو بقاء ما كان على ما كان، يعني كل واحد ما عنده استطاع يخرج من هذه الدوامة، يعني عنده الأمر لكن لا يستطيع أن ينفذه. لا أدري ما هو السبب، هل هو ضعف في شخصيته، هل هو ضعف في إدارته، هل هو ضعف في قوامه، ما أدري والله ما هو السبب. وإلا يا أخي أنت الآن اعتنست بعد الله على ركن قوي وشديد وهو خادم الحرمين الشريفين بأمر منه، فلماذا تتأخر؟ لماذا خرجت عندنا هذه الظاهرة التي نراها الآن في المجتمع من بطالة وعطالة يعني انظر ردة الفعل يا جماعة الآن على إيقاف حافز، والله العظيم شيء يا أخي يخجل والله. وهي كم 2000، نحن يا أخوان 25 مليون، لسنا في مصر 90 مليون ولا في دولة أخرى، نحن 25 مليون يعني، وثروتنا وعندنا خير ولله الحمد، لكن من يعلق الجرس؟ من يعني يدير يعني فعلا مثل هذه الأمور من البطانة هذه التي فعلا بعضها حقيقة غير موفق. صدقوني الغرق للجميع، يعني نتفرج نحن يعني خدم المصلحة الخاصة قبل العام. نحن والله ما جينا، والله العظيم لسنا يعني لست وحدك أنت الذي تحب الوطن وتتغنى بالوطن، كلنا والله نحب الوطن عقيدة، نحب الوطن. فمن هذا المنطلق يجب فعلا يعني أن نحل هذه حلول جذرية، نصافي الحلول لا تصلح. يعني لماذا نترك المنافق والمريض والذي يريد الفساد يعني يصير في كلامه بعض الصحة، ويفرح الناس علينا ويضحك الناس علينا ويخرج هؤلاء الغوغائيين والمغفلين والسذج إلى الشارع. يعني نحن والله لا نريد إلا السلام والخير والمحبة اللي هي الحمد لله انطلقت من هذا البلد، لا والله من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا من الإمام عبد العزيز رحمه الله وبارك في أولاده. يعني الحمد لله نحن لا نريد شيء أكبر مما يتصور. يعني هؤلاء اللي جلسوا الآن في هذا الاستديو والذي خلف الشاشة وكلهم يريدون إيش؟ حقوقهم، ما يريدون أكبر، ما يطالبون أنكم والله تعطونهم شيء أكبر من حقوقهم، والله ما يطالبون إلا بالحق الذي كفله له الشارع الحكيم، وهذا اللي يسعون له يا شيخ. طيب أنا أستاذكم في اتصال معي المتحدثة باسم البديلات الأستاذة أمل الشاطري. حياك الله أستاذة أمل. الله يحييك. أستاذة أمل، قضية البديلات المستثنيات أخذت أبعاد كبيرة إلى أين وصل الحال بهن الآن؟ طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أطهر وأشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية البديلات المستثنيات هن من تم استثناؤهن من قرارين ملكيين سابقين. نعم. القرار الأول القاضي بتثبيت جميع البنود والعقود، والقرار الثاني اللي في 18/5/1432 القاضي بتثبيت البديلات ومحو الأمية. ممتاز. بحجة أننا لا نعمل وقت صدور القرار، وتم تثبيت من يعمل ناسين أو متناسين أن عقودنا تختلف عن أي عقود أخرى، وأننا نعمل بدل معلمة مجازة ولنا الأولوية في التعاقد حسب ما ينص عليه عقودنا. رفع معالي وزير التربية فيصل بن عبد الله فينا خطاب للمقام السامي يطلب فيه تثبيتنا وأن لنا الأولوية بعد مطالبات عديدة من قبلنا نحن البديلات. عقدت اللجان من عام ونصف إلى هذه اللحظة لم يتم البت في أمرنا. احنا كنا في وزارة التربية قبل أسبوع تقريبا أو أسبوعين. نعم. وقابلنا المسؤولين وكان الكلام أن لنا حق وأن المالية رافضة تستحدث وظائف لنا. يعني الرفض من المالية الآن. نعم. يوم الأحد السابق تحدث بعض البديلات مع العساف لوزير المالية. نعم.
وكان مؤمن بحقنا وأننا نستحق التثبيت على وظيفة رسمية، وكان يرمي بالمسؤولية على التربية وأنه لابد من أن تستخدم فائض الوظائف لديها. المالية ترمي بالمسؤولية على التربية، والعكس أيضا، التربية ترمي بالمسؤولية على المالية. بما أن الوزارات مقرة بأحقيتنا، لماذا يتأخر صدور قرار تثبيتنا؟ شيء آخر بالنسبة للتقسيم الإعلامي الغير مبرر الذي دفع بالعديد من البديلات باليأس والإحباط والتعب النفسي، من حقي كمواطنة وصاحبة حق وقضية أن أعرف ماذا يحدث داخل اللجان. صحيح. وما الذي توصلوا إليه، وإلا ما الهدف من وجود متحدث رسمي في كل وزارة. صحيح. قضيتنا لها أكثر من 2 إلى الآن لم تصل اللجان إلى حل جذري ونهائي في قضيتنا. إلى متى نحن ننتظر؟ هل قضية البديلات المستثنيات طال النقاش فيها هي قضية صعبة بحيث لا يتفق فيها الوزراء على رأي واحد، مع العلم أنهم متفقين على أحقيتنا بالتثبيت؟ هل أصبح المواطن ضحية للوزراء؟ هل أصبحت البديلة المستثناة ضحية لعدم اتفاق الوزارات أكثر من عامين ونحن مواطنات معطلات عن العمل بدون راتب في حاجة للعمل والوظيفة، مع العلم أنهم جميعا يتنعمون برواتبهم والمدارس في احتياج من ضوء معرفتي ببعض هذه المدارس؟ مستعان. طيب أستاذ همل، الوقت بقي، أنا أتوقع أختم معك برسالة توجهها لخادم الحرمين، يعني لأن المسؤولين كل يرمي باللوم على الآخر، على رسالتك لخادم الحرمين. قبل ما أقول رسالة خادم الحرمين، أنا أحب أنه أتكلم عن الميزانية في عهد خادم الحرمين، حققت فائض غير مسبوق يعني، وهذه صحيح. نتيجة توجيهات خادم الحرمين الشريفين واهتمامه، أمد الله في عمره، بكل ما فيه مصلحة هذا البلد. والواجب على وزارة المالية أن لا تكون عائق بين هذا الفائض وبين المواطن. احنا الان مشكلتنا اصبحت بين وزارتين، يعني وزاره التربيه ووزاره الماليه. الى متى يعني كانهم كاننا كره في ملعب الوزارتين؟ ان شاء الله يجدون لكم حل باذن الله. شكرا لك استاذ امل الشاطري، شكرا لك المتحدثه باسم البديلات. ضيوف الكرام، الشعر وظف في هالجانب وفي هالقضيه، قضيه تثبيت البديلات. انا استاذنكم في قصيده لاحد الشعراء ثم نعود اليكم. صاح القلم دمعه سكاكين وشواك، تغز في قلب المساكين وتصيب، وصاحت بك الشكوى ألا ليت شرواك، وما للعنى بعد الله إلا أنت يا الطيب. يا أبوي يا أبو متعب اليوم ننخاك، حنا بناتك والرجا فيكم يطيب، أعطيتنا والله يجزاك بعطاك، لكن أوامرك الجزيلة بلا مجيب، حنا شملنا الأمر تثبيت برضاك، وهم شتتونا وأمرك امراح بالغيب، أمرك بلا تحقيق وما حقق وصاك، وما ثبتونا وضعنا بدون ترحيب. ويا سيدي طول المسافات وجفاك، ونفوس ما ترحم والأحلام ما تطيب، والبعد بعثرنا ولا حايك نحاك، ثوب الفرح بشرى ولا بان تقريب. نخاك ساعدنا بناتك وعلاماك، لا ترد عطشانا وناصيك ما يخيب. يا أبوي يا أبو متعب ارجاك وارجاك، الوضع ما به صبر والحال تغريب. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، والعود أحمد، مثلنا على ربنا مصلين على نبينا محمد. وجدد الترحيب بضيوفي في الاستديو الشيخ طلال الدوسري والدكتور عبد الله الناسي والأستاذ الإعلامي الحميدي العتيبي. أستاذ حميدي، البعض يرى أن تعيين كل تلك العقود يعد هدرا، تعليقكم؟ والله أنا لا أظن، لأنه أنت الآن يعني تبني في وطنك، تبني في بنات وطنك. يعني الهدر الحقيقي هو أنه تدرس لها 6 سنوات في ابتدائي و3 في المتوسط و3 في الثانوي،
و4 سنوات في الجامعة وتتخصص ومطبقة وكلها يعني كل هالسنوات هذه لو نحسبها، نحسب عليها معلم، نحسب عليها مدرسة، نحسب عليها ميزانيات، نحسب عليها أدوات مدرسية، نحسب وقت وجهد وتعب وإرهاق، هذه كلها هذه اللي فعلا هي الهدر فيها. يعني إذا احنا جهزنا إنسان جامعي مهيأ للتدريس وفي النهاية قلنا له معلش احنا آسفين والله، لا، والمشكلة انك انت جربته، يعني تلقاها درس 6 شهور سنة سنتين بما انها طبعا من البديلات ومثبتة وجودها، واحنا نعرف يعني من واقع تجربة وحتى من واقع معيشتنا اليومية. يعني أنت تلاحظ المرأة أحرص من الرجل في العمل، يعني تلقاها ما شاء الله تبارك الله تروح تأخذ أدوات مدرسية وتأخذ تجهيزات وحالة حالة ومجهدة عمرها، تبغى منجزة، تبغى تبني وطنها، تبغى تبني الأجيال القادمة، تبغى وفي النهاية تأخذ لها فترة وتقول لها والله معلش احنا آسفين والله ما عندنا وظائف. يعني هذه اللي فعلا فيها الهدر، لأنك أنت جالس تجهز إنسانة حتربي لك أجيال بكرة، حتربي لك أجيال تعلمك، تبني في الوطن، تبني لك وطن، تعلم الأجيال القادمة الأمانة، الإخلاص، الحب، العدل. إذا أنت ظلمتها أنا دائما أقول حترضع الولد هذا الكره، الحقد، الطبقية، الظلم، اجترار أرزاق الناس من أفواههم. هذا اللي أنا أقدر. تمنيت والله يا شيخ أخوي الحميد إنه سأل قبل ما يجاوب من هو الذي قال الهدر هذا؟ من هو اللي قال الهدر؟ هو المسؤول الأول. لحظة، المسؤول اللي يقول أقل سعودي يملك 1,000,000، هذا يتكلم من برج عاجي ما يدري عن أحوال الناس، ما يدري عن ظروف الناس. هذا ليس لنا معه كلام، هذا إنسان مردود كلامه عليه، لأنه فعلا يجب إذا أراد أن يتكلم الإنسان ينزل في الناس عشان يعرف واقعهم، يعرف حاجتهم. ترى الناس يا أخواني يعني الواقع فعلا مؤلم، والله العظيم مؤلم، قسما بالله مؤلم ومخجل. نحن كدعاة نزور المناطق وندعو إلى الله سبحانه وتعالى، الله يرزقنا القبول. إذا خلصنا المحاضرة ودونا إلى هذا دار أيتام، هذا والله العظيم كنت في منطقة قسم بالله في رمضان، والله العظيم إن يسكنون في أماكن إنك والله العظيم إنك تخجل. يوم طلعنا يظنون أن يعني تبع الخيرية. الله يعز خادم الحرمين، وأقول آمين آمين، والله العظيم من هذه دعواتهم قسما بالله. الله يعز خادم الحرمين، الله يوفقه. أقول يا ويلهم من الله ذا اللي فعلا في ما التفتوا لهؤلاء. خادم الحرمين يحمل همهم ويزورهم في أماكنهم ولا وظفوا صلاحياتهم من غير. فالذي يريد أن أقوله فعلا هذا الذي يقول هذا ضياع أو هدر، يا أخي أقول اتق الله يا رجل، أنت تسكن في قصر تظن الناس كلهم مثلك، تأكل يا أخي في باريس تتغدى في باريس وتفطر في لندن وتتعشى في فرانكفورت وتقول لي والله هذا هدر؟ هذا ما يصلح الكلام. طيب دكتور عبد الله، تكثر التصريحات خاصة من هنا وهناك، خاصة من الجهات المعنية بالبديلات والمستثنيات، ماذا نستطيع أن نسميه؟ هذا شاهد حي ومباشر على التخبط اللي يعيشونه. فعلا هناك تخبط كبير جدا، والشاهد على ذلك أن هذا ينم عن غياب تنسيق بين الأجهزة المعنية. العملية عملية تكاملية، وبالتالي هناك غياب مؤكد ومباشر مواقع تجربة واختلاط، بخاصة أن ننشط هذه الأيام في قضايا مشابهة كقضية عاطلين الدراسات العليا مثلا، كقضية الكليات المتوسطة في فئات البنات، كقضية الفنيين وغيرها. نجد فعلا غياب. أحيانا نتفاجأ في أن هناك أوراق، عندما يكون هناك أحيانا بعض المسؤولين أصبح يعني هو وطني لكن يحجم أحيانا من البيئة التي يعمل فيها، فعندما يعني يحد على الجرث ينهار كما يقال، يمتلك نوع من الشفافية، فيقدم لنا بعض الوثائق وبعض الخطابات الهامة والسرية، فنجد فعلا أن هناك غياب تام بين الأجهزة. بالمناسبة يا إخواني، أنا أريد أن أؤكد عن قضية مهمة. العاطلين بمختلف أشكالهم وألوانهم وشهاداتهم وتخصصاتهم من كل الجنسين، طابعهم العام، وأنا أشهد الله سبحانه وتعالى وأشهدكم على ذلك أنها الخيرية. هم وطنيين وهم قادة وقوة وأمانة، وعندها حقيقة عندهم من التطلعات وعندهم من حب والانتماء والولاء للوطن ما الله به عليم. فعلا تجدهم لديهم طموح. أحيانا
تقدم بعض الاستراتيجيات أو بعض الخطط في مثل هذه القضايا، سواء معلمات أو عاطلين دراسات عليا أو كليات متوسطة، هم من يضع الحلول، هم من يضع الاستراتيجيات للقضاء على هذه الظاهرة أو تجاوز هذه المشكلة، ويقدمونها من طبقة على ذهب للمسؤول. يقول لك يا أخي الكريم، نحن لأن صدق بالمناسبة احنا على مستوى عالي من الفهم والثقافة والمعرفة، أغلب هؤلاء أصبح لديه بعد من النظر، عائد من بلدان لديه درجة كبيرة من الوعي، من الثقافة، من الآن نحن في عصر أصبحت الدنيا كلها برمتها قرية صغيرة، وسائل الاتصال اختصرت الزمان والمكان، وبالتالي هؤلاء الشباب أنا أقول لكم هم الخيرية، وبالتالي لديهم فعلا إمكانية وقوة في إحلال هذه القضية. والشاهد على ذلك خرج من رحم تلك القضايا المختلفة وهم عاطلين من ينادي أحيانا بأصوات تؤسس فعلا قوة وإشراك الشباب في اتخاذ القرار، مثل رابطة يا وطني الآن في مبادرة شبابية بعنوان شبابنا هم قوتنا، نعمل عليها حاليا لإشراك فعلا الشباب في اتخاذ القرارات. سيكون للقيادة العليا نصيب منها، سيكون لمجلس الشورى نصيب منها، سيكون لمشاريع مؤسسات الدولة نصيب منها، سيكون للإعلام أصلا دور كبير. فأنا أعود وأكرر وأقول يا جماعة، الخيرية هي طابع هؤلاء الشباب، لكن نريد حاجتين. الحاجة الأولى هي الاحتضان والرعاية، الحاجة الأخرى هي البنية الأساسية لانطلاق هؤلاء الشباب. وأنا بعطيك معلش اسمح لي، تفضل. أنا بعطيك ما يثبت هذا الشيء قسما بالله، ليس مبالغة ولا مجاملة، والله العظيم ما في أطيب شعب يحب ولا تمره مثلنا، بدون مبالغة. والدليل أنه منذ متى وأذناب الغرب والمتملقين وإلى آخر الذين يضخون في شبابنا، اخرجوا اطلعوا للشارع، وثورة حنين تذكرونها ما طلع أحد. ما هو السبب؟ حبهم لولاة أمرهم وحبهم لعلمائهم والسمع والطاعة. فنحن لا نريد أن ينحى الشباب منحى، فهمت علي؟ لا تحمد عقبه. نقول والله العظيم شبابنا مثل ما قال الدكتور، ترى ما ظلمت نفسك بكلمتك ذي، والله العظيم انهم يحبون الوطن، بل يحبون الدين قبل الوطن، ويحبون ولاة الامر، بس يبغون يا اخي يحقوا، يبغون شيء من يعني كرامتهم فقط، وانهم يستغنون. يعني تصور الشاب يطلع في الدنيا لا وظيفه ولا سياره ولا زوجه، وهو قال حق من حقوقه ان يعيش حياه كريمه. وبالمناسبه هناك اصوات تخرج احيانا ناشزه في المجتمع، وأنا أتكلم من قلب الحدث، أنا أتكلم من فئة الشباب، فأنا أستاذ بينهم ومنهم، ورجل يعني علاقتي بالشباب كبيرة جدا، وخاصة الأعمال الآن التي نركز عليها الجانب العمل التطوعي. فبالتالي لما تجد مثلا مجموعة 50 يطالب بالخروج كاعتصام أمام مقر أو جهاز معين، لأن الآن أصبحت الدنيا تأخذ غلابة، فبالتالي تجد هناك من فئة الشباب من يقول لا، نحن أرقى وأكبر وأعلى من ذلك. لماذا؟ هو يقول نخشى أن يوظف هذا ضدنا في دول هي أعداء لنا، وبالتالي الحمد لله شبابنا لا زال لديه الولاء والانتماء إلى آخر قطرة في دمه. وسيبقى إن شاء الله. وحنا ما نريد مثل هذه الأمور والأشياء هذه، لكن نريد من المسؤولين أن يحيا ضميره وأن يتخذ صلاحياته فيما يخدم المواطن كما هو هم خادم الحرمين الشريفين. احنا نسعد بتواصلكم معنا مشاهدينا الكرام عبر تويتر، وخاصة عبر رابطة يا وطني، والتي هي عن هذه الحملة، حملة البديلات المستثنيات، ونسعد بمشاركتكم فيها حتى نقرأ ما تكتبون. شيخ طلال، لو تكلمنا عن من أوكل بالأمانة وأخلف فيها، نسأل الله السلامة والعافية في هذا الشأن. والله الرسول صلى الله عليه بل ربي سبحانه وتعالى قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. والأمانة هنا هي أمانة الدين، أمانة مسؤولية، إنك ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من صفات المنافقين العملية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا اؤتمن خان. والله جل وعلا لا يهدي كيد الخائنين. فلا شك أن الأمانة عجزت عنها السماوات والأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الحق تبارك وتعالى كان يذكر فداه أبي وأمي بالرحمة على من؟ على حيوان، والشفقة على طير. ويمر على بعير فإذا دموع تنزل قال: إن هذا البعير قد اشتكى لصاحبه إنه يزيد عليه الحمل. يعلمنا كيف نقوم بمن استرعانا الله سبحانه وتعالى وهو حيوان بهيم، فكيف بمن استرعانا الله من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحري بنا أن
نقوم بهذه الأمانة لأنها يعني عجزت عنها السماوات والأرض وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وإن الله جل وعلا سيسألنا عن هذه الأمانة أفرطنا أم ضيعنا. قال صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية ثم أتى غاش لرعية لم يجد عرف الجنة، وكفى بالإثم كفى بالمرء إثما، يقول صلى الله عليه وسلم: أن يضيع من يعول أو يقوت. فهؤلاء في ذمتنا، فضروري جدا أن نتحمل الأمان. يا أخي أنت لست مجبر، الوظيفة يا أخي ليست تشريف إنما هي تكليف يا جماعة. إذا أنت الآن الحصان على سبيل المثال، والأمثلة تضرب ولا تقاس، إذا ركب سائس الحصان وهو لا يستطيع سقط، فإذا لم يستطيع أن يمسك في زمام الحصان ينزل ويترك غيره يركب يا أخي، هو يسوس الحصان. فنحن نقول هذه الوظيفة إن لم تكن يا أخي، يعني أنا أتعجب في الغرب الآن لأي سبب تلقاه يستقيل يتركها. بعض الوظائف عندنا وراثة يا أخي 30 سنة 40 سنة، يعني مصيبة صحيح. ويا ليته يعني برئت الذمة وقدم. والله كل الناس يقولون بيض الله وجهه، لا والله لا نريد الله، لكن بعض الموظفين وبعض يعني المسؤولين للأسف يعني ما برأ ذمته حقيقة، يعني كأن هذه الوظيفة وراثة ما ينبغي. خاصة يا أخوان عندنا رجل يحترق من أجل هذا البلد، ورأينا يا أخواني كيف هذا يعني ولله الحمد والله العظيم ما ينكر هذا إلا يعني يا مغالط نفسه أو حاقد على البلد، أو يعني فعلا تشوف البلد كيف نهض مشاريع. يا أخي ما كنا نحلم من عندنا جامعة في وادي الدواس، أنا أتكلم كابن من أبناء وادي الدواس، ما كنا نحلم يا أخي أن في المجمعة وفي شقرة وفي الخرج وفي الحمد لله جامعات ولله الحمد قائمة في أكاديميين مثل ما قال أخوي الدكتور. فالقصد تقول يعني حرام حرام حرام، اتقوا الله، استحوا من الله أن يكون عندنا رجل يعني يحترق من أجل كفكفة دمعة اليتيم وتوظيف المرأة وإدخال السرور على قلب الشاب، ثم نحن كتل لحمية تمشي على وجه الأرض. ما عندنا ردة فعل يا أخي، نستحي على الأقل، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نقول والله مصيبة. أنا لعلي أقرأ الآن بعض التغريدات على رابطة يا وطني، فما أدري هل التغريدات جاهزة مهندس باسم؟ هذا القادم أجمل عبر الرابطة يقول: سنوات من عمري، وهي الأخت أعتقد أنها أخت، تقول: سنوات من عمري بديلة وفي النهاية مستثناة، ننتظر أمرك يا أبو متعب يثبتنا. هذه الأخت ليلى العوفي تقول: يا وطني يا وطني، رغم هتافاتنا، رغم ولائنا، رغم عشقنا، لا رغم عشقنا، يبدو أن الصورة غير واضحة لدي، الفدائي لا يجد منا إلا غربة المستقبل في أعين. الله المستعان الله المستعان. يعني أمور لا نشاهدها عبر تويتر الآن، وهذا الهاشتاج يعني نشوف يعني بديلات يتكلمون من مرارة ومن ألم ليسمع المسؤول، ليشاهد المسؤول من كان في يده قرار هؤلاء أن يتخذ القرار العاجل لهم ليثبتهم على ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. هذه الأخت غربة وطن تقول: مماطلات الوزارات بتثبيت البديلات المستثنات تجاوز الحد، فمتى ستنتهي هذه المماطلة؟ فعلا متى ستنتهي؟ لكن نقول إن شاء الله أنها قريبا بإذن الله، أنها قريبا بإذن الله. الأخت حكاية وفاة تقول في رابطة يا وطني: أحبك ودافع عن ثراك فلا تحاربني بالصدود والتهميش. فعلا الله المستعان. بديلة في وطني تقول: سأغمض جفني وأنام لأني أعلم جيدا أن رزقي إن كتب لي سأجده رغما عن هؤلاء. الله المستعان. والله كلمات يعني أن تقرأ الآن، لكن أخشى انظر ماذا تقول: ربي اكتب لي رزقا حلالا طيبا يا رب. سعد السعود يقول: بنت وطني متى كنت بديلة، متى كنت مستثناة يا وطني، اسمها الأصيلة. بدرية الصالحي تقول: رابطة يا وطني تكفى يا أبو متعب من الظلم، ننخاك ظلم الوزير اللي ضميره معيب، حنا بنات المملكة لا عدمناك، حق لنا التثبيت وانت المهيب. الأخت أحلام متبعثرة تقول: نناشدك يا خادم البيتين ما تخذل بناتك اللي حرموهن من مكرمة يمناك. الله المستعان. همسة الإحساس في رابطة وطني تقول: يا وطني نحن بناتك ومعلمات أجيالك المستثنيات من خيرك. الله المستعان. السعودية تقول: المستثنيات نحن مربيات الأجيال وغارسات القيم النبيلة، متى نرى مملكتنا، تقول: متى نرى مملكتنا تستنير بنا ونبصر ولا نهمش، متى مملكتي متى.
قريبا بإذن الله، نقول لكم قريبا بإذن الله، قريبا بإذن الله. الأخت أميرة تقول يا خادم الحرمين بناتك البديلات المستثنيات ينتظر من كلمة تفرح قلوبهن وهي تثبيت البديلات. أنا أتوقع أنه يكفي ما ذكرنا إن كان بالإمكان. لأنتقل للأستاذ الحميدي ثبيتي الإشكالية اللي تواجه لجان التثبيت فيما يخص بعض العقود. طبعا هو مسألة تفهم الجهة اللي موجود عندها العقود. طبعا القرار واضح وتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتثبيت جميع الوظائف المؤقتة والبديلة، لكن هنالك إشكالية عند بعض الجهات. يعني بعض الجهات تشح في مسألة رفع أوراق الطالبين هذا التثبيت، يعني إما سبحان الله العظيم لأغراض يعني شخصية، وأحيانا عدم فهمهم لهذا القرار. يعني يضعون بعض الإشكاليات في مسألة حتى قراءة النص. أحيانا يقرأ لك النص معكوس، يعني يحاولون زي ما تقول يبحثون عن عثرة توقف هذا القرار. وأنا شخصيا حصل لي موقف من هالمواقف في بند المشروع التابع للشؤون الاجتماعية. لكن وزارة الخدمة المدنية أنا متأكد، وأنا يعني أعرف ناس كثيرين فيهم، وأنا حتى رحت وقابلت الأخوان هناك في اللجان حقة التثبيت. طبعا إلى الآن المثبتين 250,000 موظف وموظفة. فحتى أنا مرة يعني قبل يومين أو 3 أيام غردت في تويتر قلت يعني أنا طالع من اللجنة وفيه 250,000 مثبت ومثبتة، فلا أظن يعني 9,000 أو 10,000 تعد إشكالية يعني. وأبو متعب رجل عرف عنها الكرم، فما أظن نعم لا أظنه يبخل على 9,000 وهي لا تشكل شيء، بينما هي تطعن في خاصرة الوطن في مسألة. والحمد لله خيرات الوطن وافرة وكثيرة الحمد لله. يعني نتكلم عن ميزانيات الوطن تفوق ملايين ميزانيات الشعوب الأخرى. طيب معنا اتصال أم عبد العزيز بديلة مستثنات. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ، شكرا لكم إتاحتكم الفرصة لنا في هذا الحلقة. نعم. وأشكر الأستاذ ناحي حصان على اللفتة الكريمة منه. جزاه الله خير. طيب في دقيقة أم عبد العزيز على وقت البرنامج، رسالتك لخادم الحرمين الشريفين. لحظة أخوي، أنا عندي بس مداخلة. طيب لعلها على عجل، أنا لك دقيقتين فقط، تفضلي. طيب وزارة المالية في زيارتنا الأخيرة لها ذكر وزير المالية أن السبب لولا تثبيت كان ثبتوكم 52,000 وظيفة اللي هي المكرمة الملكية اللي طبقت في 23/3. كانت خاصة هذه المكرمة لمن؟ خاصة لحل حال الخريجين والخريجات العاقلين والعاقلات عن العمل. لكن أنا صدر فيني أمر ملكي في 18/5 قاضي بتثبيت كافة البديلات واستحداث أرقام وظيفية لهن. الآن كيف تعالج أمر مسبق أمر لاحق بحل واحد؟ لي أمر ملكي خاص، كيف تقول لي فوقكم في الأمر الملكي الأول؟ لا، دورك الآن هو الاستحداث الأرقام الوظيفية. واضح أستاذي؟ واضح. طيب رسالتك نختم اتصالك برسالة لخادم الحرمين. تفضل يا أخت عبد العزيز. طيب أنا أناشد من هذا المنبر والدي عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. نعم. وأقول نحن بناتك عادلة وعبير وسحاب وحريص، نسألك بالله أن تتدخل بشكل عاجل لحل قضيتنا، وأن تنصفنا يكفينا عناء 2. ومن سأل بالله حفظك الله ورعاك وعافاك من كل مكروه. شكرا لك يا معلم، شكرا لك. الشيخ طلال، سمعت كلام أم عبد العزيز، رأيك فيما سمعت؟ والله من كريم لمستحق. أنا أقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان يجب إذا تكلمنا، أنا استضفتوني اليوم من جانب الشرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم استدان من يهودي، فلما جاء وقت السداد جاء اليهودي يطلب إيش؟ حقه. فقال يا علي هل في بيت المال من شيء؟ قال لا. قال أنظرني، الله يقول فنظرة إلى ميسرة. قال اليهودي غاضب، وهو أصلا يقول اليهودي بعد ذلك إني جئت لأختبر حلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه يقولون حلمه يسبق غضبه. قال إنكم يا بنو عبد المطلب قوم مطل، يعني أنت قاعد تماطلني وأنت تقول في الحديث الآخر مطل الغني ظلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب عمر رضي الله عنه واستل سيفه، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا اليهودي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال مه يا عمر، حري بك أن تطالبني
بحسن السداد وتطالبه بحسن الطلب، يعني يطلب بأدب وأنا تطلبني أن أسدد له، يعني على طول بس خذوه فغلوه. فالقصد أيها الأحبة، هؤلاء إن كانوا يطالبون بحقوق وهو الصحيح فيجب أن يعطون حقوق، ليسوا شحاذين. لماذا يعني سمعنا يوم من الأيام والله وسعوديات يعملن خادمات في قطر؟ ليش سمعنا هذا الشيء؟ يعني ما نستحي، مع أن قطر أهلنا وإخواننا وذا، لكن وسمعنا وظائف موجودة في الإمارات وفي الكويت. طيب لماذا يا أخي؟ لماذا نذهب وطننا خيرنا لغيرنا؟ يعني احنا يعني وجودنا وجهدنا وهذا وتعبنا مثل ما قال اخوي الحميدي ولا يهون الدكتور محمد يوم درسوا وتعبوا وذا، ثم نروح نعلم عيال قطر او الامارات او كذا، كلهم اهلنا، لكن مهما كان يعني الاقربون اولى بالمعروف. فاقول يا اخواني لا نسبه ولا تناسب بين تثبيت كم يا شيخ حميدي، كم قلت 200 وكم؟ تقريبا 9000 تقريبا 250,000 لا نسبه ولا تناسب، يعني حط 250 في كفة وحط 9000 في كفة، لا مقارنة يعني. اللي وظف أو ثبت 250,000 ليس عاجز يا أخواني، يعني الحمد لله يوظف 9000 ويوظف 90,000. نحن في بلد غني، في بلد خير، بلد معطاء. فحري بنا أن نسمع لهذه المرأة كما سمع الله جل وعلا لتلك المرأة. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فسمع لها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد أن نسمع لهذه المرة التي تناشد وتطالب يعني بكل أدب وكل أريحية بحقها. وبإذن الله وأسأل الله جل وعز أن يصل إلى ولي الأمر خادم الحرمين وهو يرفل في ثياب العز والرخاء والسلامة والعافية، ثم ينفذ بإذن الله سبحانه وتعالى، لنكون نحن يعني ولله الحمد كنا سبب ولا ينسونا من الدعاء. يعني أرجو إن شاء الله أن نكون نحن سبب، وصلنا المعلومة، وصلنا إن شاء الله هذه كنا حلقة خير إن شاء الله. وهذا دور من الإعلام، سواء الإعلام يعني من ناحية شرعية ومن ناحية نفسية ومن ناحية اجتماعية ومن ناحية يعني سياسية، يعني نوصل ذا الرسالة والله ينفع بها بإذن الله. طيب معي الأخت ليلى العوفي على الهاتف. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت ليلى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت ليلى، تفضلي. أنا أبدأ من منطلق هذا البرنامج ولعل باختصار، معذرة، لعل باختصار أخت ليلى، تفضلي. إن شاء الله. أنا أبدأ من منطلق هذا البرنامج متأملين بوصول أصوات تصبح بأحقيتها رغم بساطة حقوقها، لكن السؤال هنا من المسؤول على تحويلها إلى قضية؟ نحن متعلمات خدمنا السلك التعليمي بعقود كانت مجحفة بنودها، نفذنا هذه البنود أملا بالتثبيت فقط، لكنها انتهت قبل صدور الأوامر الملكية. أصبحنا بديلات مستثنيات. كلمة مستثنيات هنا مسمى له وقع مؤلم على نفوسنا، لأنه يعبر عن نكران جهودنا. فرسالتنا ترتكز على محور أساسي في مطالباتنا، وبصوت يعلو استبشارا إلى والدنا خادم الحرمين الشريفين. بإذن الله يصل صوتكم. شكرا لك. من معلمات يحمد بإذن الله، لعل رسالتك وصلت. شكرا لك. الدكتور عبد الله، هل يعقل من الجهات المسؤولة إلى الآن لم تستطيع إنهاء هذه المأساة؟ نعم بلا شك. نتمنى أن من خلال هذه الأصوات التي اجتمعت سواء إعلامية أو من خلال الأدباء والشعراء المجتمع لأنفسهم المستثنيات أن نحسم هذه القضية بسرعة. لكن رغم ذلك أنا أقول هناك روتين ممل، هناك عقم إداري في أجهزة الدولة تماطل وتؤخر، والشاهد على ذلك أصبحت كلمة يوم الدولة بسنة. ليش؟ لأن هناك عندنا روتين عقيم جدا عطل كثير من مصالح الناس، ومن أهمها قضايا حساسة وملامسة لهموم ومشكلات الناس. هذا أولا. ثانيا يا إخواني لابد أن نتنبه لقضية مهمة، أن هؤلاء البديلات وغيرهم من العاطلين لم يأتوا ليفرضوا أنفسهم فرض، مقعدها موجود، فرصتها متاحة، ليس عالة عن الآخرين. هي موجودة الفرص وموجودة الأماكن، لكن لا زال هناك روتين إداري ممل، هناك إجراءات طويلة، هناك لجان لا تجتمع، هناك لجان تتكرر، هناك ازدواجية وتشتت في الأفكار وفي الأوراق وفي كل ما يمكن. ما عاد بروتين، صار بروتين. ممتاز. جزاك الله خير يا شيخ طلال. معي على الهاتف الأستاذ مناحي الحصان، صاحب ومن أثار هذه القضية في هذه الأيام، خاصة عبر تويتر وعبر هاشتاغ، طبعا بدأها بهاشتاغ تحت مسمى حملة الإعلاميين والشعراء لتثبيت المستثنيات، ثم تطور به الأمر حتى أنشأ رابطة، وهو أسعد به. معي على الهاتف الأستاذ مناحي الحصان. حياك الله أستاذ مناحي.
الله يبقيك ومساك الله بالخير أستاذ محمد، وأمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام في الاستوديو. بداية نشكرك على جهدك، وأسأل الله أن يكتبها بميزان حسناتك، لا من ناحية إعداد الحلقة ولا من ناحية إثارة الموضوع في تويتر لإيصاله للمسؤولين. أستاذ الكريم، الشكر ل 25 مليون نسمة لكل سعودي غيور على هذا الوطن. الفكرة انطلقت للأمانة بعد ما يعني في الفترة الأخيرة بعد ما عشموا الأخوات المستثنيات بالتثبيت في شهر 1. نعم. فتفاجأنا أنهم انصدموا بالقرارات الأخيرة أو بعض القرارات اللي فيها تخبط الأخيرة. صحيح. انطلقت من زاوية هاشتاج للحملة من إعلاميين وشعراء للدعم، لكن في فترة معينة رأيت أن الموضوع اتجه اتجاهات أخرى. هناك يعني من يساوم على اللحمة الوطنية ويساوم على الصف الواحد والصوت الواحد، فأحببت أنها تكون رابطة تضم جميع الفئات اللي لها حق وتطالب بحقها، بإشراف أيضا نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمفكرين. أيضا انضم معنا في الفترة الأخيرة على عجل البروفيسور عبد الله البكر، أيضا الدكتور عبد الله معكم أحد الضيوف كمستشار للرابطة، الزملاء الإعلاميين كثر للأمانة. أنا ما ودي أطيل عليكم. نعم. لكن أتمنى أن يكون الصوت واحد. احنا يعني غير مؤيدين للتكتلات او التجمعات عند الدوائر الحكوميه. تجاوزنا مرحله ان نقابل المسؤول ما انصف البديلات ولا انصف الكليات المتوسطه ولا محو الاميه ولا الجامعيات القديمات ولا اي عاطل. نعم. صوتنا في هذه الحلقه وايضا عبر الرابطه موجه لابو متعب عسى الله يطول في عمره ولعهد الامير سلمان. هم فعلا من سينصف كل سعودي بإذن الله بإذن الله. شكرا لك أستاذ مناحي على جهدك وبارك الله فيك. شكرا لك. العفو تحياتي. بارك الله فيك. شكرا لك. الشيخ طلال، نسمع توجيهات الملك وتوجيهاته حفظه الله. طيب كيف تراها الآن هذه التوجيهات؟ توجيهات يا أخي الصلاة خير من النوم يا أخي. خلاص الجنازة إذا وجدت ما يجوز تأخيرها يا أخي، صلى عليها. نحن نقول الآن القرار موجود ومن الرجل الأول في الدولة فعلا، ماذا ينتظر هذا؟ يعني مرض يا أخي، أنا أقول وأكرر الكلمة، مرض بقاء مكان على مكان، مرض اجتماعي يضرب بأطنابه يا رجل. يعني ما عنده شجاعة في أنه يتحمل مسؤولية هذا القرار وينفذه. ما أصلا ما يحتاج شجاعة عنده، يعني اعتناز قوي بعد الله سبحانه على قرار. لماذا لا ينفذ؟ خاصة أن القرار ما يأتي عن جهة هكذا ولا يأتي يا أخي غير مدروس. قرار يعني جاي بأمر الملك، يعني 100% فيه مصلحة المواطن والوطن، فلماذا يتأخر؟ أنا أقول يعني ضروري جدا إن كنا فعلا عندنا شيء يا أخي. أول شيء دين، شيء ثاني وطنية، شيء ثالث يا أخي رجولة وشيمة فينا، يعني كلها تنصب فيه. يعني ماذا ننتظر؟ هؤلاء من كريم إلى مستحق كما يقال. يعني هؤلاء يا أخي قسما بالله يا أخي أني أقول وأنا أحدث بعد المرار، أقول شوفوا يا عيالي، إذا لم أرى صلاح فيكم فلعل الله جل وعز، في المدرسة نتكلم، لعل الله يريني صلاح في أولادي في البيت. خلاص؟ فأنا أقول يا أخي أنت يا أيها المسؤول، ماذا يضيرك إذا نفذت هذا القرار يا أخي؟ أنت ستسد أفواه جوعى، ستسد أفواه، يعني ستقيم بيوت. يعني فعلا القرار هذا يا أخي سيغني عوائل يا أخي، يعني فعلا والله يا أخي أنا أقول الآن اللي راتبه 15 و12 و13 وش يسوي قدام متطلبات الحياة؟ فكيف اللي ما عنده شيء لا قاعد عالة في البيت سواء شاب أو شابة؟ الله المستعان. أنا يبدو أن وقت برنامج يزف عن الرحيل، لعلي يأخذ كلمات أخيرة منكم، ولا المحاور كثيرة والكلام يطول، لكن رسالة أخيرة منكم دكتور عبد الله. رسالتي الأخيرة هي رسالتين موجهة. الرسالة الأولى للمسؤولين. أعتقد أن كل من هو مسؤول الآن في جهاز الدولة هو رجل مؤمن أسلم بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وسنة رسوله، وبالتالي المنطلق هو إيماني. ولذا أذكرك بالله سبحانه وتعالى، ثم أذكرك بيوم تقتص سيحاسب الله سبحانه وتعالى الجماء من القرناء، فبالتالي يجب أن تحتسب لهذا اليوم وسيأتي اليوم. فبالتالي لم تكن أهلا لتلك المسؤولية فأرجوك رجاء خاصا تعفي نفسك من الحساب يوم القيامة بتقديم استقالتك، وهي شرف لك أن تقدم استقالتك وأن تعفي نفسك من مسؤولية الآخرين، فأنت تحاسب على الصغيرة والكبيرة. رسالتي الثانية هي لكم أنتم قوة الأمة، لكم أنتم أيها الشباب.
إليكم أنتم النهضة والأمانة والقوة، عماد الأمة، العمود الحقيقي الفقري الحقيقي للحياة، سواء البديلات أو كل العاطلي، بأن تفاءلوا وحاولوا فعلا أنكم تبذلون كل ما في وسعكم، أنكم تعززون من هممكم، أنكم تشحذون من الآخرين طاقة إيجابية نحو تحقيق تطلعات وأمال الأمة. ممتاز، بارك الله فيك. الله أستاذ حميدي، رسالة أخيرة. رسالتي الأخيرة طبعا أنا أقول الحر الأبي الشجاع الكريم لا يقف أمام حق ولا يظلم، فما بالنا إذا كانت هذه امرأة. يعني المرأة مصيبة أن تظلم، يعني خاصة في مجتمعنا، يعني مجتمع إسلامي ومجتمع عربي. ضعيفين يقول نعم، المرأة والمسكين. ومحمد اللهم صل على محمد، والكل يعرف آخر رسالة له كانت نعم استوصوا بالنساء خير. يعني المرأة أنا أقولها 3 مرات، يعني هي الأم يجب أنها فعلا تأخذ حقها، ولا أظنها يعني عجيبة أو غريبة أو مستغربة على أنها تنفذ. شكرا لك. سلامتك بس هذا شكرا، الله يكتب أجرك. شيخ طلال، رسالة أخيرة. ما عاد أقول شيء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسون بكرة صيام عاشوراء. الله يتقبل من الجميع، وأشكر لكم استضافة، وأكرمني الله بوجودكم مع أخوي محمد وأخوي الدكتور عبد الله وأخوي الدكتور حميدي، إن شاء الله دكتور المستقبل، وأخوي خلف الكواليس مناحي سواء كان هنا أو مشى، والإخوان المخرج والمصورين، الله يجزاهم خير، والله يسعدكم ويحيينا وإياكم حياة ترضي الله. اللهم جزاكم الله خير. نشكر لكم مشاهدينا الكرام متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نختم حلقتنا بهذا الإهداء للوطن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم واصلي والله معاك واصلي، واحنا وراك واصلي، والله يحميك إله العالمين، إله العالمين. يا بلادي واصلي والله معاك واصلي، واحنا وراك واصلي، والله يحميك إله العالمين، إله العالمين.